ولدي يا حسرة فضلته على خواتاتو، وفي الأخير صدمني صدمة عمري. معاكم فاطمة اللي في عمرها 56 سنة. عشت في البادية بين ثلاثة الخواتات وولد. والديا كانوا ما عندهمش وما خصهمش. كنا عايشين في البادية. كنت كنعاون الوالدة ديالي في الشقة ديال الدار، كنسرح مع الوالد بحكم أنني أنا الكبيرة في خوتي. والديا قراونا حتى السادس وحبسنا بحكم أن المدارس كانوا بعاد وما عندهمش الإمكانيات. وأنا بحكم أنا الكبيرة أنني كنت كنعاونهم، كنعاونو في الشقا في السريح في بزاف د الحوايج. كانوا كيتقدموا ليا الخطاب على سن 16 سنة. أول واحد رفضته وما حملتوش، وكان كيقول لي الوالد صافي ما بغيتيش على خاطرك، انتي مازال صغيرة. وكنت فرحانة مع دارنا واخا هكاك. من بعد بقيت حتى وصلت 18 عام، جا خطبني ولد عمي. ولد عمي ولد عمي كان عاجبني، وكان ساكن في المدينة، وكنت فرحانة انني الا تزوجت غادي نمشي للمدينة اللي عمرني مشيت ليها بحكم الظروف ديالنا. هاكا ما كنقدروش نسافروا. تزوجت بيه، دار ليا عرس زوين، فرحنا واحد الفرحة اللي شنقول لكم. والصراحة ولد عمي ما خلى ما دار على قبلي. عاملني مزيان، دارهم تا هما يعني ما خسروش ليا. عارفين الوالد ما عندوش، هما اللي داروا لي العرس، تكفلوا بكل شيء. مشيت معاه للمدينة فرحانة. هو كان غير كاري بيت وكوزينة، عشت معاه راضية بداكشي اللي قسم الله. كنشقى في الدار. من بعد راجلي ولا كيعاني في ألم في ضهرو، ما بقاش كيقدر يخدم حيت هو كان خدام غير بناي. هنا قررت أنني نخدم واخا ما عمرني ما خدمتش، وكان رافض. قلت ليه ماشي مشكل حنا نتقاتلوا. مشيت خدمت في الديور، بديت كنتقاتل معاه وقال لي ماشي مشكل. فرحانين مع بعضياتنا. داكشي اللي جاب الله كنعيشو. هو بدل الخدمة ولا كيخدم بائع متجول. المهم بشوية بشوية كنعيشو بداكشي اللي قسم الله. حملت بالبنت هي الأولى، وراجلي كان باغي الولد، لا أنا لا هو. بنتنا الأولى كبرت معانا واخا كنا باغيين الولد. زدنا بنت أخرى، يعني ولاو عندي 5 البنات والولد ما كاينش. حتى حملت مرة أخرى بالولد اللي هو السادس. هذاك الولد اللي ما خلينا ما درنا على قبله. كنت كنفرق بينه وبين خواتاتو، وهذا هو الغلط اللي ما نبغيش حتى شي وحده طيح فيه. هذاك الولد كنت الخلصة كيف كنجيبوها كنقسموها معاه، ما كنخسروش ليه. وبناتي نقول راه غادي يتزوجوا يعني ما غاديش يحتاجوا ليا. بنتي الكبيرة تزوجت على 18 عام ومشات لدارها، وما خليتهاش تقرا على قبل باش يقرا ولدي. الولد كنت باغيه يقرا، باغي يكون مستقبله. وما كنتش كنفكر ان البنت صافي حتى هي خاصها تقرا، خاصها دير مستقبلها، خاصها بزاف د الحوايج. كنت غير كيوصلوا الثانوي كنحبسهم باش يكمل قرايته. هو كان كيقول لنا جمعوا ليا باش نمشي لاوروبا. كنا كنجمعوا ليه وكنحيدوه من البنات باش هو يكبر. بنتي شافت تعيات مشات تزوجات، ومنين تزوجات واخا شي واخا راجلها ما كانش خدام شي خدمة مزيانة، ولكن كان تزوجات بيه وخلاها تكمل القراية ديالها. دارت الباكليف بلا ما تقولها لينا، وملي نجحت فيه قالت علينا. ما نكذبش عليكم، بقى فيا الحال ما قالتهاش، وفي نفس الوقت فرحت. انا بنتي واخا هكاك راجلها خلاها تكمل القرايه ديالها وما منعهاش.
واخا هو حتى هو راه مكمّلش قرايته، ولكن خلاها دير اللي بغات. المهم فرحت لبنتي، ولكن ولدي الصدمة كل عام كان كيسقط، كل عام كان كيسقط، ما كانش باغي يقرا، وكان كياخد الفلوس وكيمشي كيتعاطى بهم المخدرات. شنقول لكم، أول صدمة غتصدمها أنا وباه اللي غيمرض فيها ملي عرفوا أنه كيتعاطى المخدرات، وبدينا كنقطعو عليه المصروف. أول ما قطعنا عليه المصروف ضرب باه وضربني تا أنا معاه، بقيت كنبكي كنقول واش هذا هو الجزاء ديالي؟ ولدي في هاد العمر يضربني أنا وباه، ولدي اللي تعرينا وما خلينا ما درنا على قبلو دار فينا هاد الحالة. لكن ربي جازانا، حيت فرقنا بينو وبين خواتاتو اللي واخا حنا ما قريناهم ولكن ما خليناهمش يكملوا قرايه، واخا كانوا كيقراو مزيان على قبله هو، تحداونا ومشاو كيخدموا وكيكملوا القرايه ديالهم، ولاو هما اللي هازين المصروف، هما اللي هازين الكرا، هما اللي تفارضوا، كل وحده كتجيب شي حاجه، مبقيناش كنهزو حتى شي حاجه حنايا، واخا تزوجوا بولادهم وكلشي، ولكن هما اللي هازينا دابا. وولدنا اللي مخلينا ما درنا عليه ولا كيضربنا، كانت صدمة قوية بزاف اللي مرض فيها راجلي. ولدي ملي عرف ان خواتاتو تا هما خدموا ولا كيحس على النهار اللي كيجيو حيت عارفهم كيعطيونا الفلوس، ولا كيحس عليهم كياخد منهم داك الفلوس اللي جايبينهم لينا، لدرجة ان بناتي مبقاوش كيجيو عندي على قبله هو كيمشي كيوقف علينا على الفلوس ولا كيضربنا. بناتي ما لقاوش الجهد لينا حتى تدخل راجلها، راجل بنتي الكبيرة، راجل بنتي اللي هزنا عندو ودانا لدارو، فين كاينة دارو، جلسني مع بنتي، تهلا فينا وقال لنا اللي خصكم مرحبا بكم، انا والدي ميتين وعطيتوني بنتكم واخا ما عنديش، وبنتكم ها هي قرات وكبرات، مع ذلك باقا هزاني فوق راسها. هما راه بحال والديا اللي توفاو انا ما شايفهمش عمري شفتهم وما ديوش عليه. هذاك الولد غادي يندم عليكم. من بعد غادي يبدا المشاكل، ولدي ولا كيوقف لي وكيغوت في الدار، بغيت امي وبغيت با، ولا كيدير لينا الشوها. بنتي ولات كتبكي كتقول لنا شنو هاد الحاله اللي وليتو دايرين لينا، مرضاش قدام العائله ديال، مرضاش قدام راجلها والجيران، قالها راجلها ماشي مشكل عيطوا ليه البوليس، حيت هادشي راه بزاف. شنقول لكم، واخا هكا كيبقى ولدي، واخا ضربني واخا عايرني واخا ما عرفت شنو دار ليا كيبقى ولدي. قلت ليه طلبته وزوجته زعما باش ما يصيفطش ليه البوليس، قلت ليه راه دابا يتهدان وغادي يولي مزيان. ولدي خرج انسان فاشل، انسان كيتعاطى المخدرات، ديك القرايه ولا صنعها لا حتى شي حاجه، بسبب التمييز اللي كنت مميزة، وبسبب الثارة والفشوش اللي كنت مفشاه بزاف، لا أنا لا باه. باه مسكين ملي جلس عند بنتو وداك مرضاش أنه ولدو يضربو، مرض فيها لدرجة أنه توفى من بعد. وأنا حاليا جالسة غير عند بنتي وبناتي الآخرين هما اللي مهلضين فيا، هادوك اللي ما كنتش كنقول لهم بلا ما تكملوا قرايه، خوكم هو اللي خصو يكمل، خوكم هو اللي يدير، هو اللي ضربني، هو اللي تكرفس عليا وكان سبب في الموت ديال باه، هو اللي خرج على راسو وبزاف د الحوايج. المهم هاد القصه بغيتها تكون عبره لبزاف اللي كيفرقوا ما بين الولد والبنت.